مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم أينما كنتم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم بمديرية شعب. بناء طريق جديد على خط الدخالة عند قرقيس. الحكومة الأثيوبية توقع اتفاقا مع معارضة العفر والغامبيلا. قتلى في انهيار مبنى يضم مدرسة في نيجيريا. أمريكا تمنع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق. قتلى ومصابين في إطلاق نار بمدرسة في البرازيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مكتب التعليم في مديرية الشعب عن ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم خاصة في أوساط الطالبات، وأشار المكتب في الاجتماع الذي عقده إلى أن مشاركة الطالبات قد ارتفعت هذا العام في المرحلة الابتدائية بنسبة 40% والمتوسطة ب 21% والثانوية ب 13%، موضحا الوضع المقلق لظاهرة مقاطعة الطالبات للدراسة في المرحلة الابتدائية. وأوضح المكتب أن التأخير أثناء بدء العام الدراسي والتسيب والمقاطعة وحياة الترحال تؤثر سلبا على مشاركة ونتائج الطلاب عامة وخاصة الطالبات. ودعا مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ موسى آدم إلى تضافر الجهود للدفع بالإنجازات التعليمية التي تحققت. وأكد المشرف التربوي للتعليم الأساس في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ نقديموس حيلآب في الاجتماع على أهمية تنسيق كافة الجهات لتقوية قدرات ونتائج الطلاب والوصول إلى الهدف المبتغى، داعيا أولياء الأمور والمعلمين والإداريين للمساهمة في رفع نسبة مشاركة الإناث في المرحلتين المتوسطة والثانوية. هذا وأكد المشاركون في الاجتماع استعدادهم للإيفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتطوير مستويات أبنائهم. تقوم شركة بالدهول للإنشاءات ببناء طريق جديد على خط الدخال عند قرقيس. وأوضح المنسق السيد عقباي جبر ميكائيل أن الطريق الجديد ينطلق من عد دخالة وصولا إلى عد خوتيو، وذلك بديلا لطريق عد خوتيو الذي يمر بالمنعطفات الجبلية الصعبة والمعيقة لحركة السيارات، حيث يعتبر هذا الطريق الجديد واسعا وقصيرا. وأشار إلى تسخير القدرات البشرية الكبيرة والآليات لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن. وذكر المهندس ناتس النت تولى مدهن من المشرفين على العمل أن الطريق يبلغ طوله 8.8 كيلومتر بعرض 20 مترا، ويعد ملائما لحركة السيارات خاصة الشاحنات الكبيرة. هذا وقد نظمت القرى الواقعة على الطريق الجديد حفل قضاء للعاملين في الطريق. نظم الإريتريون المقيمون في المهجر بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة برامج تعكس إسهامات المرأة الإريترية في مختلف مراحل النضال. ووفق المعلومات الواردة، أوضح الإريتريون المقيمون في جنوب أفريقيا وأنغولا وجمهورية جنوب السودان وإسرائيل والسودان والكويت في الاحتفالات التي نظموها بالمناسبة تحت شعار السلام محصلة صمودنا والتنمية ثمار جهودنا. أوضحوا بأن الإنجازات الكبيرة والتاريخية التي سجلتها المرأة الإريترية تحتل مكانة استثنائية في تاريخ نضال الشعب الإريتري. وفي البرامج الاحتفالية المماثلة التي نظمها الإريتريون المقيمون في الأمارات العربية المتحدة والمدن الألمانية والإيطالية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وهولندا والدنمارك وغيرها من الدول، أكدوا دعمهم الكامل لمسيرة نضال المرأة الإريترية. وفي الاحتفال الذي نظم في أبو ظبي، دعت رئيسة فرع المرأة السيدة سعيدة محمد طه عضوات الاتحاد لتعزيز إسهاماتهن مدركات التاريخ العظيم لنضال المرأة الإريترية. وقد عكس الاحتفال الذي نظم في إيطاليا بحضور سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيتساسيون بيتروس ورئيسة المرأة في أوروبا السيدة نجسي تسيجي وفاء وتضحيات المرأة الإريترية. وقعت الحكومة الاتحادية الأثيوبية اتفاق صلح اليوم 14 مارس بأسمرة مع تنظيمات المعارضة العفرية وغامبيلا. وقد وقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة شعب العفر وزير دفاع أثيوبيا عائشة محمد ونائب رئيس إقليم العفر عثمان محمد، ومن جانب حركة شعب العفر رئيس الحركة موسى إبراهيم ومسؤول المكتب السياسي جنرال أهراب عبد الله.
وتوصل الجانبان إلى تفاهم لإنهاء الحركة لنضالها المسلح الممتد ل 41 عاما ومواصلة نضالها بشكل سلمي، ودعم التطورات السياسية في أثيوبيا والعمل على احترام الدستور الأثيوبي وإقامة لجنة لمتابعة الاتفاق. ووقع الاتفاق بين الحكومة الأثيوبية وحركة تحرير شعب غامبيلا من جانب الحكومة الأثيوبية رئيس إقليم غامبيلا أومودو أوغولو، ومن جانب الحركة رئيسها أوكيلو أوكيزي. وقال رئيس إقليم غامبيلا سيد أومود لوكالة إيرينا أن التغيير السياسي الراهن في أثيوبيا يشجع على النضال السلمي، حيث ظلت الحركات الأثيوبية المسلحة تبرم اتفاقيات الصلح مع الحكومة، وتأتي هذه الاتفاقيات في هذا الإطار. من جانبه أوضح رئيس حركة تحرير شعب غامبيلا سيد أوكيلو أن تطورات الأوضاع السياسية الإيجابية في أثيوبيا تدفع للنضال السلمي، مشيرا إلى توقيعهم على الاتفاق لمواصلة النضال سلميا. الجدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية الأثيوبية قد وقعت على اتفاقات مماثلة مع العديد من حركات المعارضة الأثيوبية. توفى المناضل حسن عمر الشيخ محمد في الحادث المروري الذي وقع في 4 من مارس في منطقة مسحليت على طريق كرن أفعبت، وذلك عن عمر بلغ 72 عاما. التحق المناضل حسن عمر في العمل السري لقوات التحرير الشعبية عام 1974، وخدم بعد تحرير أفعبت في اللجان الشعبية الخاصة بتوعية وتنظيم الشعب، كما حمل السلاح عام 1977. وعمل رئيسا للمجلس الشعبي لمدينة أفعبت في تأطيرات المجلس الشعبي التي تكونت عام 1979، وانتخب عضوا للجنة التنفيذية ونائب الرئيس في المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للمزارعين عام 1983، ومن ثم رئيس مجلس الإقليم حتى الاستغلال. وبعد الاستغلال خدم شعبه ووطنه في مختلف المستويات. المناضل حسن عمر الشيخ أب ل8 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى يوم 5 من مارس بمقبرة الشهداء بمدينة كرن. هذا وتعبر إدارة إقليم شمال البحر الأحمر عن بالغ حزنها لوفاة المناضل حسن عمر الشيخ محمد، وتقدم حر التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه في العمل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال أكينونينمي أمبودي حاكم ولاية لاغوس النيجيرية أن عددا من الأشخاص قتلوا عندما انهار مبنى يضم مدرسة بينما يواصل أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين. والمبنى مؤلف من 4 طوابق ويضم مدرسة، ويخشى أن يكون 100 تلميذ وغيرهم من المواطنين محاصرين تحت الأنقاض. وقد عمل الأهالي وفرق الإطفاء وأجهزة إغاثة أخرى وسط الركام بحثا عن ناجين في ظل حالة من الفوضى العارمة. وأكد مسؤول محلي أنه تم إنقاذ 37 شخصا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستأمر بوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 بعد حادث تحطم طائرة في أثيوبيا أودى بحياة 157 شخصا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز. وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق بشكل غير مباشر قرار العديد من الدول وقف تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في أجوائها. وقالت إدارة الطيران الاتحادي في بيان لها أن وقف التحليق سيظل ساريا انتظارا للمزيد من التحقيقات، بما في ذلك فحص المعلومات من سجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في غمرة القيادة. قال شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في مدرسة ابتدائية شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار. وأضافت الشرطة أن القتلى هم 5 تلاميذ وواحد من العاملين في المبنى وشخص كان يقف خارج المدرسة والمهاجمان. وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن 17 شخصا على الأقل معظمهم أطفال أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات حيث لم تعرف بعد حالتهم الصحية. وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل رغم أنها من أعنف البلاد في العالم استشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر. وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011 حيث قتل 12 طفلا بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو. ورغم أن قوانين الأسلحة شديدة الصرامة في البرازيل
إلا أنه لا يصعب شراء سلاح بشكل غير قانوني. واجه موقع فيسبوك أحد أشد أزمات انقطاع الخدمة في تاريخه، وتوقفت الخدمة الرئيسية بشكل كامل عن المستخدمين على مستوى العالم، الأمر الذي أثار ردود أفعال قاضبة في العالم. وكانت آخر مرة تعطل فيها موقع فيسبوك بمثل هذا الشكل في عام 2008 عندما كان عدد المستخدمين لا يزيد عن 150 مليون فقط، بينما يبلغ عدد المستخدمين حاليا 2.3 مليار مستخدم شهريا. وأثرت المشكلة على المنتج الأساسي لشركة فيسبوك، وهو تطبيقات الرسائل الرئيسية وكذلك موقع تبادل الصور انستغرام. ولم تعلن إدارة فيسبوك عن سبب انقطاع الخدمة حتى الآن. وردا على الشائعات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، قالت الشركة أن انقطاع الخدمة لم يكن نتيجة هجمات حجب الخدمة، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية تتم من خلال إغراق خدمة مستهدفة بكميات هائلة من البيانات التي يتم إرسالها وتداولها لإنهاك الخدمة وتوقفها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.